بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين، وبعد. هذه الكلمات التي أتحدث بها هي مني إلى كافة أبناء الشعب اليمني، وأتحدث في هذه المرة عن الصالة الكبرى في صنعاء ومن وراءها. وإنما اضطريت أن أتكلم عن هذا الكلام لأننا للأسف الشديد نجد ونشاهد من كثير من الناس ينشر منشورات متسرعة وكأنه لم يقرأ ولم يعرف ولم تحدث مجازر قبلها، ولم يعرف من وراءها ومن الذي فجر ومن الذي قتل ما هذا يا إخوة؟ لماذا نتناسى مجازر حدثت بمئات القتلى بل بالآلاف وكأن شيئا لم يكن؟ أنا أقول قبل أن أذكر من وراء تفجير الصالة الكبرى في صنعاء، هي ليست من التحالف أبدا. من وراء التفجير مصنع الأسلحة في أبين أو في عدن إن لم تخني الذاكرة، من وراءه أليس علي عفاش الدم؟ ألم يقتل 175 و300 من الجرحى؟ من الذي قتل أكبر صالة عزاء في جعار في أبين وقتل عشرات القتلى؟ أليس ضبعان اليد الطويلة لعلي عفاش الدم؟ لماذا تناسينا؟ لماذا لم تكونوا تقرأوا وتدونوا وتحفظوا من الأساميكم وقائع تاريخية هذه لا تمزح فيها، ليس فيها مزح؟ من الذي قام بالتفجير في 70 في 22 للعيد 22 للوحدة اليمنية واستبق الأحداث قبل حضور العرض الكرنفالي للعيد وبحضور فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ من الذي فجر في 70 ثم أقام بإقالة عمار رئيس القوم المركزي الأمن القومي، ويحيى رئيس الأمن المركزي ورئيس وقائد قوات النجدة؟ قالهم فخامة الرئيس عبد الرب منصور في ذلك الوقت. من الذي وراء؟ أليس هذا التفجير هو علي عفاش الدم؟ من الذي قام بالتفجير في التحرير وقتلت هناك العشرات؟ من الذي يقصف يوميا التعز والأطفال والنساء؟ من الذي اجتاح الجنوب وأحرقها كأستالين؟ من الذي انقلب على الشرعية وعلى الحوار الوطني؟ من الذي سلم المعسكرات للميليشيات خبيثة ثم دفع بالمجندين الذين جندهم منذ 30 سنة لكي لا يحموا اليمن وإنما يحموا سلطته وطائفيته وسلالته وخبثه هذا مصاص الدماء المجرم علي عفاش؟ لماذا يتم الضحك علينا؟ التحالف لا يضرب مثل هذه التجمعات. لو كان التحالف يريد أن يضرب لضرب في عزاء، لضرب علي عفاش الدم وهو في عزاء الإيرياني. لو كان يريد أن يضرب مثل هذه التجمعات لضرب في 70 وهو يخرج في عدة مرات. اضطريت أن أسجل هذه الكلمات للتذكير فقط، لا نكن ننسى أيها الإخوة حفظكم الله، لا ننسى. يجب أن نعرف أن كل أي جريمة تحدث في الشعب اليمني وراءها علي عفاش الدم المجرم الخبيث القاتل الذي هو مدمن. هو الآن يستبق الأحداث. لماذا يستبق الأحداث؟ لأنه أصلا مدمن خطابات، يريد أن يختطب يطلع في الناس. ماذا يحدثهم؟ ضروري من مجزرة. هم لا يعبرون ليس بقيمة أبناء الشعب اليمني والدماء أي قيمة، لأنهم يعرفون أنه في هذا اليوم ستحدث هناك مظاهرات من قبل وطنيين ورجال ومخلصين أرادوا أن يقفوا ضد هذا الظلم، ضد نهب المؤسسات، ضد نهب البنوك والبنك المركزي في صنعاء، ضد تجويع الناس، ضد اختطافهم، ضد تعذيبهم، ضد إما أن تكون طائفي وأحرف المنهج وأنهب ثرواتك وأهم كرامتك وتسكت وإلا أن أقتلك. هم يريد هذه التظاهر فسبقها بهذا التفجير، سبقها بتفجير الصالة. أما التحالف لا يفعل هذه الجرائم، وستذكرون كلامي وستبين لكم الوقائع. أما عبد الباري عطوان هذا المجرم أنا أسميه أكبر وأخبث رجل حقير دنيء في المنطقة العربية. هو يخدم القوى الخارجية، يخدم القوات الصهيونية لإيران، رجل عميل خائن مجرم. ثم حسن زيد هذا الرجل الجاهل الخبيث الدنيء العنصري السلالي المذهبي الذي لم يحترم مفتي الجمهورية محمد إسماعيل عمراني حفظه الله، ودخلوا وهزأوه إلى مكتبه مفتي اليمن قاطبة وحجزوا مكتبته التي تعد أهم مكتبة تراثية في اليمن. لماذا تناسينا؟ يجب أن نعرف أن وراء أي قتل وأي جريمة هي وراءها علي عفاش الدم، لا نكن نتناسى. أنا أعرف أن الكثير من أبناء الشعب اليمني صار واعي، صار يعرف ما الذي يدور، ولكن نريد أن نبين هذه الكلمات لمن بقي من عبيد عفاش الدم الذين ربهم الأعلى إذا طلع يختطب أو حدث شيء الله أكبر وكأن الله يتكلم مباشرة. هذا الجهل، لكن الحمد لله أن الله فضحه وأنه كشف عن حقيقته وأنها جاءت الأحداث لتكشفه لكي يموت ويلعنه التاريخ إلى قيام الساعة. والذي رفع السماء بغير عمد لو توفي علي عفاش الدم السلالي لا أريد أن أبين أكثر من ذلك لأنها المهم لو مات وهو على السلطة لأصبح قبره مزارا يزار ويعبد من دون الله.
لأن هؤلاء هم دائما يعبدون البشر لا يعبدون رب العالمين. فأحببت أن أذكركم بهذه الكلمات لئلا ننسى، وأن نعرف أن المجازر التي سبقت استهزاء واستخفاف بالشعب اليمني. يسأله أحد المذيعات تقول له الطيران الأمريكي بدون طيارة تدخل، قال طيارات في السماء شو نعمل لها؟ استخفاف بالشعب. في الحديدة يموتون جوعا من قبل الميليشيات الحوثية والعفاشية، ناس تموت جوع، حصار، لا أحد يتكلم، لا أحد يرفع صوته. لماذا هذا السكوت المخزي الدنيء؟ الحر والإنسان النبيل والرجل والغيور يعيش لحظة واحدة وهو حر أفضل من أن يعيش مليار عاما وهو في الذل والجبن والخسة والوضاعة والدناءة. الأحرار لا يسكتون. هذا يستبق الأحداث، لأنها ستحدث اليوم بإذن الله مظاهرات، وإن شاء الله أنها الشرارة بقلعهم من العاصمة ومن المحافظات التي للأسف الشديد يخنعون تحت هذا السلالية الكهنوتية المجرمة. أصبح ليس جمهوري، وأصبح ليس رئيس للشعب اليمني، وإنما هو رئيس أكبر ميليشيا، عصابة سلالية طائفية علي عفاش الدم، الذي قتل الحمدي وقتل القادات، قتل سالم باربيع وقتل كبار القيادات من الجنوب ومن الشمال. ثم سالم قطن من الذي اغتاله بعد أن تكلم بكلمة وفضحه عندما قالوا له عندما دحرت القاعدة إلى أين سيذهبون؟ قال سيعودون إلى معسكراتهم، فكانت هذه كالصاعقة وتم اغتياله. ثم الشدادي رحمه الله بالقريب الأمس، وأنا أريد أن أوجه في هذا الفيديو أقول للذي يصور في الأماكن الذي يحدث في المقاومة، هذا يجب أن يؤخذ منه التلفون، هذا يجب أن يرحل لا بيته، لا داعي منه. تصور لي أنت جئت الآن تقاتل، أنت تقاتل عن شعب يمني كامل من ضد الاحتلال المجوسي والاستعمار المجوسي، ولا جئت تصور لتعطي إحداثيات يعرفوا المكان فيقوموا بالضرب على نفس المكان فتقتل القادة. هؤلاء لا تعتبرونهم على حسن نية. الذي يصور في مثل هذه الأماكن هذا مدسوس كائنا من كان، إن شاء الله لو يكون من كان، فاحذروا حفظكم الله. هذه الكلمات التي أحببت أن أذكركم بها، وستذكرون والأيام ستأتي وستعرفون أن من وراء التفجير هو علي عفاش الدم حتى ولو بعد سنين. والآن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.